بسم الله والابن والروح القدس اله الواحد امين. فلتحل علينا نعمته وبركته من الان وكل الاوان وظاهر الابدا كل سنه وحضراتكم طيبين. اتكلم عن قصه تغيير وخلاص. قصه تغيير وخلاص. قصه التغيير والخلاص اللي صنعها هو ربنا يسوع المسيح مع المرأة السامرية. احنا طبعا كان الحد أول امبارح كان حد السامرية، بس كانت القراءات كلها عن عيد البشارة. فدايما يصادف كده عيد الصليب أحيانا يجي في حد السامرية أو عيد البشارة، فالسامرية ما يتدخلش يعني. قصة السامرية دي قصة عايز أقول إيه؟ أصعب مننا إحنا. يعني إحنا يعني الواحد لو قال كده إن هذه القصة قصة كل واحد فينا هنبقى مبالغين شوية. ليه بقى؟ إحنا ممكن تكون حياتنا متلخبطة وفي خطية، لكن إحنا اتولدنا مسيحيين وتعمدنا وموجودين في الكنيسة وحضرنا واحنا صغيرين مدارس أحد، ودلوقتي بنحضر اجتماعات وبنعترف وبنتناول. احنا عندنا مميزات اكتر من المرأة السامرية. لكن الحاجة الثابتة او الحاجة اللي احنا نفرح بيها ان في كل اجيال المسيحية، في كل الاجيال المسيحية نلاقي التغيير، في تغيير في شخصيات في كل جيل وفي كل مكان. الله لا يترك نفسه بلا شاهد. ربنا ما يسيبش نفسه. في شهود ربنا تقول ان التغيير موجود. التغيير موجود. في ناس اتغيرت. ما ينفعش نقول اصل كل الناس كده، اصل الدنيا صعبه، اصل احنا عايشين في زمن صعب. لا، في كل زمان وفي كل جيل نلاقي ناس بتتغير. لأن السيد المسيح قال أتيت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. نلاقي على مدار الأجيال في الكنيسة وفي تاريخها إن في ناس اتغيروا من حياة الخطية إلى حياة البر والقداسة. ناس كانوا عايشين حياة صعبة وتغيروا تغيير حلو واستمروا في التغيير. ما هو الفكرة الموضوع الصعب ان ازاي الواحد يستمر في الافضل، ازاي يستمر في الاحسن، ازاي يستمر في التغيير لغايه ما الله يبقى فرحان بيه. فرحان ربنا، فرحان. نلاقي ربنا غير موسى الاسود، وده كان زاني وسارق ورئيس عصابه، غيره. بس لما اتغير القديس الأنبا موسى الاسود ما رجعش تاني في وقت من الاوقات. ده نلاقيه عمل اتغير، راح الدير مترهبن، بقى راهب، وبعدين خد كهنوت،
وبقى أب مرشد لآباء كثيرين. إيه ده؟ التغيير هو ده التغيير ده اللي ممكن أنا أتغير ويحصل كده؟ ممكن أتغير. نلاقي القديسة مريم المصرية عايشة حياة الدعارة، كانت بتجذب الناس للخطية. لما تتغير تتحول إلى القديسة مريم السائحة، توصل لأعلى درجة في درجات العبادة. عبادة. نلاقي واحدة زي القديسة بائسة مثال قوي للتوبة. القديسة بائسة دي كان بيتها بيت يستضيف الفقراء والمساكين، وبعد كده بيتها يتحول للنقيض، بيت للدعارة. وبعدين قديس يحنس القصير يروح يفتقدها فتتغير تتغير وتروح السماء. وده المهم في التغيير، المهم في زي ما بقول كده احنا ممكن يكون بنصلي بالأدبية 7 صلوات، ممكن نيجي تسبحة، ممكن بنحضر اجتماعات، كل اجتماعات الكنيسة، وبنتناول، لكن مش بنتغير. القلب فيه قساوة، اللسان لسه بيشتم وبيقول ألفاظ صعبة، لسه الفكر مش مظبوط، لسه العينين حسودة وحقودة، لسه في إدانة، بدين الناس وبتكلم عن الناس ومفيش حد يعدي من قدامي، بجيب سيرة كل الناس. طب ليه؟ لأني بصراحة اللي أنا عايشه حياة شكلية، بتناول كما كان لقوم عادة، زي الناس بتتناول. أحد الآباء يسميها التناول ده بالنسبة له زي الأكل. هو الصبح صحي فطر، اتغدى، اتعشى، ملا بطنه أكل وخلاص. النهارده في قداس اتناولت خلاص. وبعدين بقابل أبونا بقول له أخطيت حاليني يا أبونا، أخطيت حاليني يا أبونا. طب فين يحلك من ولا إيه؟ المرأة السامرية كانت تعيش مع 5 أزواج، والذي معها كانت ليس زوجها. سيرتها سيرة رديئة، حياتها صعبة، لدرجة إن هي كانت بتروح تملى الجرة بتاعتها الساعة 12 الظهر، عشان في عز الأيالة كده الجو سخن، عشان محدش يقابلها ومحدش يشوفها. شوفوا الخطية تخلي الواحد يستخبى من الناس وتخليه منعزل عن أهله. دي الخطية. أصل الخطية دي تسبب تعب نفسي، تسبب عزلة للإنسان. طب إزاي تتغير هذه المرأة السامرية؟ عشان اتغيرت صح. لما السيد المسيح قعد معاها وكلمها عرفته معرفة حقيقية، معرفة شخصية زي ما سمعت كده، معرفة في علاقة شخصية، اهتمت بخلاصها وأبديتها وحياتها مع ربنا. كلنا ممكن يكون كل واحد مننا يفتكر كده
أول اعترافه كان فرحان ومبسوط والدنيا مش سيعان، وقعد قال لأبونا كل حاجة ويهتم بالحاجات البسيطة أوي يعترف بيها. ليه؟ لأنه كان فرحان ومش مصدق إن هو قاعد مع أبونا، ومش مصدق إن هو رجع لحضن ربنا. وبعدين بدأ يجي الكنيسة ويتعود كل يوم ويحضر، فبقت الحياة روتينية بالنسبة له. بقت الحياة روتينية، مفيش الشبع الحقيقي، عشان أعيش حياة حقيقية وشبع حقيقي مش موجود. أصل ربنا لما اتقابل مع السامرية عرفت إن المسيح هو الشبع الحقيقي، وعرفت إن يقول كده معك لا أريد شيئا على الأرض. ربنا قال لها من يشرب من هذا الماء لا يعطش أبدا. فتروت بالمسيح، فحست إن المسيح ده هو المية الحقيقية اللي تروي، فقالت أنا مش هسيبه أبدا، مش هسيبه. قالت المسيح ده نصيبي. قال زي مريم أخت العازر، القعدة المفضلة لمريم أخت العازر فين؟ تحت رجلين المسيح، رجلين المسيح. ومرسى تخدم الناس اللي موجودة. على فكرة الاثنين موجودين. النهارده لو سمعت السنكسار بتاع النهارده كان يقول إن في راهب راح يزار مكان كده، وبعدين لقى الرهبان بيشتغلوا الرهبان بيشتغلوا، فقال لهم إيه ده، إحنا جايين في الدير نشتغل؟ إحنا مريم اختارت النصيب الصالح. فالأب بتاع الدير عرف كده، قال خلوه يقعد يفتحوا له القلاية ويقعد، ولما يجي وقت الأكل محدش يندهه. فجي وقت الأكل ومحدش ندهه. فهو بقى جاي قال محدش وقت الأكل محدش. قالوا له أنت راجل مش محتاج للأكل، مش محتاج للأكل ولا الشرب، أنت إنسان روحاني. فقالوا له وبعدين قالوا له من لا يعمل لا يأكل. فقال دي عرف الرسالة، فقام وعمل مطالب. فالأب قال له مرسى محتاجة لمريم، ومريم محتاجة احنا محتاجين بده وده، محتاجين اللي يصلي، ومحتاجين اللي يشتغل، محتاجين اللي يقعد تحت رجلين المسيح، ومحتاجين اللي ينظف كنيسة، محتاجين اللي تشتغل في بيتها وتنظف بيتها وتعمل أكل لجوزها وولادها، ومحتاجين اللي يشتغل من كل، ومحتاجينه كمان يروح الكنيسة ويعترف ويتنام. النفس الشبعانة تدوس العسل. فالإنسان اللي شبعان بربنا مروي دايما. والمروي يعمل يروي. يعني المروي يروي. المروي ده يقدر يروي أولاده في البيت، يقدر يروي أولاده في البيت، يبقى قدوة لأولاده في البيت، تبقى قدوة لأولادها في البيت، ترويهم.
ويبقى بابا وماما دول نموذج قوي وحلو، ويحبوا المسيح بسبب بابا ومين؟ وبابا وماما. كل من يشرب من مية العالم يعطش، كل من يأكل أكل العالم يجوع. عشان كده مهم جدا كنيسة تقول لنا إيه؟ لا تحب العالم ولا الأشياء التي في الإيه؟ لأن العالم يمضي وشهواته تمضي إيه؟ معه. امسك بقى، امسك في ربنا. ربنا هو الإيه؟ الشبع الحقيقي. ربنا هو اللي هيرويك. عارفين الإنسان الشبعان هو الإنسان الساجد اللي بيسجدوا فعلا بالحق، زي المرأة السامرية قالت له إيه؟ تقول له أباؤنا سجدوا على هذا الجبل وأنتم تقولون إن موضع السجود في أورشليم، الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة حتى أنه لا في هذا الجيل ولا في أورشليم يسجد لله، أنتم تسجدون للذي لا تعرفونه، أما نحن فنسجد للذي نعرفه لأن الخلاص من اليهود. ولكن ستأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب أيضا يطلب مثل هؤلاء الذين يسجدون له. الله روح هو، والذين يسجدون له يجب أن يسجدوا بالروح والحق. يبقى الإنسان اللي يعرف المسيح معرفة حقيقية وشبعان بالمسيح ومروي بالمسيح يسجد سجود إيه؟ حقيقي. يسجد سجود إيه؟ حقيقي. يقول كده أنا يا رب أنا ما استاهلش أكون معاك، أنا ما استاهلش، ويحس بالنعم والبركات والعطايا اللي مديها له مين؟ ربنا دايما، ربنا مديها له دايما باستمرار. لما كده يقول السجود يسجدوا بالروح والحق، يعني في ناس بيسجدوا سجود حقيقي وفي ناس بيسجدوا سجود ايه؟ مزيف. خلي بالك، في ناس بتسجد سجود ايه؟ مزيف، لهم صورة الايه؟ التقوى، وهم منكرين ايه؟ عشان كده الواحد يقف قدام ربنا، انا وانت كلنا نقف قدام ربنا ونراجع نفسنا، نقول يا رب احنا نعرفك معرفة حقيقية؟ هل نعرفك ولا احنا نعرفك معرفة مزيفة؟ بنيجي الكنيسة بنصلي عشان الناس تشوفنا نصلي، بنيجي الكنيسة تسكين للضمير وتخدير، ولا احنا فعلا بنحبك من كل قلوبنا وبنتمنى الخير للناس كلها ونتمنى الحب، بنقدم حب لكل الناس؟ ربنا لما يقدم للإنسان عطاياه، عشان ربنا عايز الإنسان ده روحا ونفسا وجسدا سليم. مش كده، لا، ده ربنا عايز كده، عايز كل واحد مننا يعطيه الشفاء الكامل. والشفاء الكامل ده هو شفاء الايه؟ الروح والنفس والجسد. هنلاقي ربنا مثلا يقول للمخلع قبل ما يقول له احمل سريرك وامشي، يقول له مغفورة لك ايه؟ خطاياك. ربنا يهتم ان الانسان الاول شفاء الروح وهو غفران الايه؟ غفران الخطايا. ربنا عايز
تغفر الخطية بتاعتي الأول، وبعدين يخلي نفسي حلوة، ما عنديش صغر نفس، ما عنديش صغر نفس، عايز كده إن أنا إنسان كده سوي، يعني هبقى عايزني أنا خطيتي مغفورة، وعايزني شخصية سوية، وعايز جسدي يبقى سليم. الثلاث حاجات دول، ودول الثلاث حاجات دول يتدمروا ويتعبوا بسبب الايه؟ الخطيه. الخطيه تخلي الواحد الخطيه ورثها ايه؟ موت. فالموت هنا الموت ايه؟ الموت الروحي، مش الموت الجسدي. الاهم ده الموت الايه؟ الروحي. ربنا يحمينا وما يسمحش لحد. وبعدين ربنا عايز شخصيتي تبقى شخصية فيها ينطبق عليها كورنثوس 13، اللي المحبة لا تسقط أبدا عنه، المحبة لا تحسن، المحبة لا تظن السوء. بحب كل ليه؟ بحب من قلبي. يقول لك المحبة تحتمل كل ايه؟ شيء. ما يبقاش جوايا بحمل جوايا أشياء صعبة لأقرب الناس ليا. عارفين سيد المسيح قال كده على يهوذا، والنبوات قالت عنه كده: الذي أكل معي خبزي رفع علي إيه؟ عفو. صعبة أوي دي، صعبة. لكن ربنا يريد الكل إيه؟ يخلصون ويعرفوا، وإلى معرفة الحق إيه؟ طب الحب نحب بعض محبة إيه؟ حقيقية. يبقى أنا عندي ثبوت إيه؟ حقيقي. طب علاج الموضوع ده إيه؟ إن أنا ما بقاش روتيني في العبادة. يعني أصل عشان روتينية العبادة دي تخلي الحياة كده رتيبة، مفيش تغيير. عشان كده وكل واحد لما ربنا كده ربنا بعت الخس الحبشي، بعت فيلبس الخس الحبشي، قال له: كيف تقرأ؟ انت بتقرا ازاي؟ انت عارف ازاي؟ انت قاري المسيح ازاي؟ انت قاري شايفه ازاي؟ ايه معرفتك بالمسيح؟ في حد يعرف بالمسيح عشان يقول لك ايه؟ عشان انا عايز منه طلب، عايز يشفيني، عايز يبقى راضي عني، عايز يفتح لي باب رزق، عايز يبعت لي شغل، والنهي اللي في ورق بيتحط على المسبح: يا رب. لكن فين ده؟ توبني يا رب، فين يا رب طهرني، فين يا رب قدسني؟ عارفين ينطبق على هذا الشخص ايه؟ صلى وصام لأجر أمر كان، وعندما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. العبادة دي بقى الروتينية في العبادة. الروتينية في العبادة لاقي أنا حلو قوي، وبعدين فجأة كده تقول ايه؟ الحق، ده فلان ده بيبهدل بيته، ده مبهدل مراته وعياله. فلان اللي بيجي الكنيسة صار القداسات وبيتناول كل يوم، اصل العبادة بتاعته عبادة ايه؟ شكلية رتيبة، في روتينية في العبادة. فلانة دي لسانها صعب، فلانة اللي بتيجي. طب اللسان اللي بيسبح ربنا ده يلعن، يقول فتلاقي. عشان كده السجود الحقيقي ان الانسان يبقى منصحف وانسان متضع داخل الكنيسه وخارج الكنيسه، بيصلي في البيت وبيصلي في الشارع وبيصلي في بيته، في كل حته ما بيتغيرش. هذا الانسان واضح، شخصيته واضحه، عشان عنده التغيير ايه؟ مستمر.
تغيير مستمر، وعمال ايه؟ يكبر في علاقته مع ايه؟ ربنا. يكبر في علاقته مع ربنا. شوفوا بقى المرأة السامرية دي، عارفين بقى لما عرفت المسيح تركت كل حاجة. نسيت هي أصلا جاية البر ليه. تركت جرتها، تركت كل حاجة وجريت وراحت تقول للناس تعالوا إنسانا قال لي كل ما فعلت. ما بقتش مكسوفة تعترف بخطيتها قدام الايه؟ قدام الناس. لكن للأسف احنا بنقابل أبونا نقول له أخطيت أبونا حاربني وأنا عامل كوارث. طب يحاربني منين؟ لقاء بقى سريع. فين القعدة اللي أنا بقعدها وأقدم فيها تبقى حقيقية بقى؟ فين؟ وجاي وتايب، مش جاي أنطق الخطايا بلساني وخلاص، لا ده أنا جاي تايب مقدم توبة حقيقية. تعالوا شوفوا إنسانا قال لي كل ما إيه؟ فعلت. هلم انظروا رجلا قال لي كل ما صنعت لعل هذا هو المسيح. فخرجوا من المدينة وأقبلوا نحوه كل الناس. وبعدين بقى يقولوا كده، يقول لنا الكتاب إيه؟ فآمن به في تلك المدينة سامريون كثيرون من أجل كلام الإيه؟ المرأة. اتحولت من مرأة خاطئة إلى مرأة تائبة إلى مرأة كارثة تشهد للمسيح. ده بقى رسالة كل حد فينا. اللي يدوق يجي هنا ويدوق المسيح يروح يدوق لأولاده. تعالوا انظروا وذوقوا ما أطعم الإيه؟ الرب. لما واحد حد يجيب حاجة حلوة في البيت يفتحها كده وياكل، يقول له لا شوف تعالى تدوق الطعم كده، شوف حاجة حلوة ازاي، وعايز كله ايه؟ ياكل منها. طب اللي داق المسيح دوق أولادك كلهم، أسرتك. تعالوا انظروا وذوقوا ما أطعم الإيه؟ الرب. ده يقولوا كده من أجل كلام المرأة التي كانت تشهد له قد قال لي كل ما صنعت. ولما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم. قالوا له تعالى اقعد عندنا، تعالى ده انت حلو، ده انت غيرت المرأة السامرية، غيرتها. احنا عايزين بقى زي ما غيرتها تغيرنا. عشان كده الواحد لما يقف يصلي يقول له يا رب زي ما غيرت زكر على الشر غيرني، زي ما غيرت المرأة السامرية غيرني. بس يقولها مش كلام كده، كلام وفهم. زي ما غيرت أغسطينوس. الترنيمة بنقول عليه ايه في الترنيمة؟ أغسطينوس بنقول عليه ايه؟ الفاجر. دي كلمة صعبة. تخيلوا لو حد قال لفظ ده لحد. احنا بنقول في الترنيمة لأغسطينوس الايه؟ الفاجر. انت غيرت أغسطينوس الفاجر. يقول لك فآمن به إناس أكثر من أولئك جدا من أجل كلامه، وكانوا يقولون للمرأة لسنا من أجل كلامك نؤمن الآن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم إن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. يبقى احنا لما نعرف ان المسيح هو المخلص وليس لأحد غيره الخلاص، يبقى احنا نعمل ايه بقى؟ ما نسيبهوش، ونقدر نميز صوته، وما نخليش العالم ياخدنا من المسيح. خلينيش المشغولية تاخدنا من المسيح. خليش العالم والمشغوليات والهموم والضغوط والمتاعب تاخدنا من الايه؟ من المسيح. لازم نعرف ان كل حاجة ليها حل عند مين؟ عند ربنا. كل حاجة ليها حل. نمسك في مين؟ نمسك في ربنا. قول له رب احنا بنحبك. يبقى التغيير محتاج، التغيير يبقى من ايه؟
من الداخل. القلب هو الايه؟ اللي اتغير. الفكر اللي هو ايه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه؟ عايزين يبقى فيه تغيير. انا عايز اتغير من جوايا. احد السمارية في احد منتصف الصوم، والصوم المقدس ده هو خزين السنة الروحية. وخزين السنة الروحية يعني زي ما احنا بنخزن توم دلوقتي، خزن بصل عشان لما يجي السنة الجاية في زي الأيام دي يبقى عندنا إيه؟ عندنا لسه دي توم، ولسه عندنا بصل من اللي احنا خزناه السنة اللي فاتت. فإحنا اللي شبعنا فيه من المسيح يبقى موجود إيه؟ جوانا. مش الخطية تموت وتبعد عننا ربنا يسوع المسيح. خزين يعني عمال أخزن، يعني العلاقة عمالة تزيد بإيه؟ بربنا، والحب عمال إيه؟ يزيد. وعمالين نشهد للمسيح ونقول هكذا يكون من جيل إلى إيه؟ إلى جيل. كنيسة عمالة تنمو وتكبر وعمالة تخرج إيه؟ قديسين. عشان كده فين البيت اللي مطلع راهب، ولا اللي مطلع مكرسة، ولا اللي مطلع خادم أو خادمة؟ يعني البيت المثمر اللي فيه ناس مثمرين وبيعملوا في كرم الرب، في بيت ربنا. عشان كده يقولوا الكنيسة اللي فيها خدمة بجد، الكنيسة المثمرة تخرج رهبان وتخرج كهنة وتخرج خدام وخادمات وراهبات ومكرسين ومكرسات. خدمة عمال البيت ينمو. وبعدين تلاقي الأب والأم فرحانين إن هم خلفوا أولاد وبنات نافعين في الإيه؟ في المجتمع. وعمالين الجيران يشهدوا بيهم، يقولوا يا ده أولاد فلان، دول أولاد فلانة، دول مشهود ليهم، كلامهم حلو وأخلاقهم حلوة وسلوكياتهم حلوة وأعمالهم حلوة. ده التغيير يا أحبائي. التغيير مش كنا بنلبس إيه وبقينا نلبس إيه دلوقتي، كنا بناكل إيه وبقينا ناكل إيه دلوقتي. ده مش هو ده التغيير. التغيير إن قلبي بقى حلو وعينيا بقت حلوة ولساني بقى حلوة. فإيه؟ فليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. عايزين بقى احنا داخلين، تلاقوا بقى الأيام اللي جاية دي عمالة إيه؟ تجري. حد جاي حد ليه؟ يخلع. وبعدين إيه؟ حد إيه؟ المولود أعمى، صح؟ وبعدين حد إيه؟ خلاص دخلنا بقى بأسبوع، خلاص خلص الصيام. يعني بص، حد دخلنا خد الايه؟ مولود اعمى، دخلنا بعد كده في اسبوع الايه؟ يعني خلاص اللي خلص. اذا كان الصوم بيخلص، العمر بيخلص ولا ما بيخلص؟ طب فين بقى؟ فين الرصيد بقى؟ عايزين نعمل رصيد عند مين؟ عند ربنا. ربنا يفرح قلوبكم. كل سنه وانتم طيبين، ولله كل مجد وكرامه الى الابد. امين.